هلو يا حلوين. الجو حر بطريقة مش طبيعية، واكتر حاجة بتضايقني في الحر وفي الصيف الريحة الوحشة، سواء ريحة العرق وريحة الجسم وريحة الشعر وكل الروائح اللي مش لطيفة. عشان كده بنشتري منتجات كتير وفي نفس الوقت الحاجات بتبقى سعرها غالي. طب ايه رأيكم لو نحل المعادلة الحلوة دي ونجيب منتجات طبيعية وروايحها حلوة وخصم 10% لأي حد من عندي؟ براند سيكريت سنت. تعالوا اقول لكم جربت من عندهم ايه. اول حاجة جربت من عندهم البادي والهير ميست، روايح تجنن. عارفين لما شعركم ريحته تبقى كوكونات؟ اهو اللي معايا ده كوكونات باشون، حاجه كده فظيعه. تقدري تستخدميه للجسم وتقدري تستخدميه للشعر. للشعر بيخلي ريحه شعرك يجنن وثابت بطريقه مش طبيعيه. في منه بريحه المسك الابيض وفي منه بيربري هير وكوكونات باشون اللي معايا ده. عايزه اقول لكم خلى ريحه شعري فظيعه وبيخلي كده في انتعاش، وكمان للجسم بيثبت بطريقه مش طبيعيه. ده غير ان هو كل المنتجات اللي هكلمكم عليها دلوقتي هتكون منتجات طبيعيه 100%. طيب تعالوا بقى نجرب حاجه تانية كده نينجا، وهي معطر ليالي خاصه. ده للمتزوجين فقط لانه مفعم بالفيرمونات، وده بقى حاجه تجنن للسراير والمخدات والدواليب. تعالوا اقول لكم ممكن نستخدمه في ايه. اول حاجه تقدري ترشيه على الهدوم، هو مش بيترش على الجسم. حلو جدا جدا لما ترشيه بقى في الدواليب، هيخلي ريحه الدولاب والهدوم اللي جواه تجنن. تقدري ترشيه على هدومك، وكمان تقدري ترشيه على المفروشات وعلى كل الحاجات اللي عندك. وعايزه اقول لكم على الغسيل بيكون تحفه ترشيه على المخدات كمان، ودي اكتر حاجه حلوه جدا جدا. المخدات والسراير بفكركم ان هو مفعم بالفيرمونات وهو للمتزوجين فقط. حلو جدا جدا، واسعار الحاجات دي كلها مش هتصدقوها حرفيا. ده ريحته بتثبت في المخدات بطريقه مش طبيعيه. طب كده فاضل ايه؟ ندلع نفسنا ازاي في الحر ده ونخلي روايحنا حلوه. سيكريت سنت ما خلوش حاجه مش موجوده عندهم. عملوا لنا حاجات كنت حابه اوريكم العبوات الصغيره عشان تعرفوا ان انتوا في عبوات صغيره وفي عبوات كبيره تقدروا تجربوا علشان تطمنوا الاول. هنا بقى دول كان ايه؟ بيكيني ميست. البيكيني ميست عندهم مواد طبيعيه خاليه من الكحول، فيها كمان مانع تحسس امن على المنطقه، وكمان مانع للبكتيريا علشان ريحه العرق بقى والكمكمه والحاجات الوحشه دي. كل ده حلو جدا. ده بقى بريحه المسك الابيض، في منه روايح كتير جدا. ده مش بيعمل تحسس، مش بيعمل التهابات، مش بيعمل حبوب، تحفه جدا جدا. اما ده بقى كان البادي اويل، زيت المساج. ووسع لي بقى على زيت المساج. بصوا يا جماعه، ما بتحطوه كده هو فيه من جوه جليتر، فبيدي للجسم لمعه فظيعه. مليان زيوت طبيعية، مليان فيتامين اي بيحافظ على الجلد، وده حلو جدا 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 جدا. ناخده بقى مع المعطر بتاع ليالي خاصة اللي فوق للمتزوجين ده، الاتنين ميكس هيبقوا يجننوا مع بعض. هل سيكريت سنت خلصوا؟ لا، لسه عندهم حاجات كتير هتخلي ريحتنا حلوة وننتعش كده في الصيف. عاملين المخمرية جل، ودي كنت اول مرة اشوفها جل، يعني مش المخمرية بقى السايبة دي، لا وسايلة كده في نفسها، لا دي جل. تحسوا كده ان انتوا بتحطوا حاجة جل، حاجة فظيعة جدا. ريحتها وثباتها فوق ما تتوقعوا. نكمل بقى كده الروايح الحلوة علشان ريحتنا تبقى حلوة. فاضل ايه يا ترى؟ ما اهتمناش بريحتها. الغسيل يا ولاد، مش عايزين ننسى الغسيل. عاملين منعم اقمشة يجنن يجنن وريحته فظيعة بريحة الفواكه. منعم الاقمشة ده بتحطيه بقى في الغسالة، هيخلي غسيلك ريحته تجنن وهيخلي كده الهدوم تنتعش. مش بس كده، تقدري تستخدميه استخدام تاني. بصوا هو معطر ومنعم ملابس بريحة الفواكه، حاجة كده فظيعة. تقدري تاخدي بقى حبة منه كده وتخلطيهم بقيتهم بالمية كده وتحطيهم في بخاخة ورشي بقى عندك، ومعاكي احلى معطر جو هيعمل معاكي احلى ريحة في الصيف، هيخلي ريحة الشقة. وقلنا الاول كمان نستخدمه للغسيل، يبقى كده ريحة الشقة والغسيل وريحتنا كلها بقت تحفة. لازم كلكم تجربوا سيكريت سنت، بجد تحفة جدا جدا، وخلوا ريحتي حلوة جدا في الصيف. خصم 10% لأي حد من عندي، وهسيب لكم اللينك. باي باي.